بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة محمد الحارثي. اليوم معلومة ونصيحة للجميع، لكل الناس المربيين الأرانب، يتعرف على الأوزان وأفضل سلالات اللي عندك في المزرعة لتطلع الأوزان. اليوم حنا جبنا لكم الميزان، حطيناه فوق القفص وغنبداو الفطام ديال الأرانب، يعني الفطام ديال الأرانب، ومن بعد ما غادي نهزوا الارانب وغنبداو نشوفوا الاوزان عندنا ديال الارانب اللي غادي نفاطموهم، الوزن ديالهم شحال، والمعلومات مهمه على هذا الفيديو. كمل الحلقه من الاول الى الاخير، ما تسقلش منها ولو دقيقه واحده باش تكون من المستفيدين، باش الارانب عندك حتى انت تشوف الاوزان ديالهم ويكون عندك الاوزان بسرعه. غادي نهز لكم اول ارنب غادي نفطموه بسم الله، يعني غنفطموه على امه. ونصيحة معلومة مهمة، الميزان 00 على عينيكم كما كتشاهد بالايد ديالي هنا 1 كيلو و232 غرام. انا ما غنحسبش الغرامات، غنحسب 1 كيلو و200 غرام، يعني فايت هو 200 غرام. بسم الله على عينيكم. اول ارنب، ثاني ارنب بسم الله. هذا راه واخد غليظ تبارك الله ما شاء الله، 1 كيلو و400 غرام والزياده، 1 كيلو و400 غرام. ثاني ارنب. هنا معلومات مهمه غنحطها لكم على هذا الفيديو، كيفاش هذا الوزن وصل عند هاد الارانب، ومزرعه محمد الحارثي في النجاح. بسم الله. 1 كيلو و192 غرام. هنا اخواتنا الكرام واحبابنا، لأي مشاهد القناة لداخل المغرب وخارج المغرب، تحياتي الآن المغرب والجزائر ومصر، السعودية، تونس، اليابان، كل الدول العربية. هنا إخواتنا الكرام الأرنبة البابيون كانت ولدت عدد للناس مشاهدين القناة من الأول إلى الأخير بفيديو. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ما تنساش لايك للفيديو باش دائما يوصلك الجديد وتستفد من كل النصيحة والمعلومة. أنا غادي نمشي معكم بالنصائح على هذا الفيديو. هنا الأرنبة ولدت عدد، كان عندها العدد ديال الذكور وعندها الإناث. خلينا الإناث ونخلو معاه 1 أو 2 ذكر للناس غتبغي الأرانب للخدمة. هنا غيطلعوا سلالات للتربية، هادو معزولين للإحلال للتربية، إناث ما شاء الله. يعني أرنب بسم الله نفطموه حتى هو، وغتشوفوا الأرانب اللي مازال مع الأمهات ديالهم مازال ما غاديش نفطموهم. هنا 1 كيلو ونص ما شاء الله، 1 كيلو ونص. عرفتي لو وزنتي الأرانب ديالك على هذه الأوزان كون متأكد من نفسك، عندك سلالة ممتازة وعندك أرانب ممتازين وعندك سلالة جيدة. وهنا غيطلعوا للإحلال أمهات صالح للتربية، وأمهات غيطلعوا الإنتاج مع الأولاد ديالهم. هاد الإناث ما تخافش من المشاكل ديالهم اللي تفاطموا واخدين حقهم في الرضاعة وخاضوا يعني واحد الطاقه ديالهم ديال الوزن. هنا في الفطام راه الارنب غيطلع بسرعه غيطلع الارنب ما شاء الله اللهم بارك، يعني كما كتشاهد بعينك. انا حطيت الخنشه هنايا فاش غادي نهز نعملها فيها وغنحول مع ندير الاقفاص ديال التسمين. بسم الله بسم الله بسم الله. ارنب الخامس 1 كيلو و200 غرام ما شاء الله. يعني كنطلع الاوزان انا في المزرعه ديالي لازم بالاحتراف، مش نفطم الارنب على 26 يوم او 27 يوم او 28 يوم او 30 يوم. الارنب نفطمه على 35 يوم، 36 37. الارنبه الى ولدت وما رفعتش الخصوبه مثلا او ولدت العدد، ونخليها انا 13 يوم او نخليها انا 14 يوم ونعمل لها التلقيح باش نفطم انا الارانب هنايا على هاد الاوزان، باش السلاله عندي تطلع. خاصني نطلع ارانب للاحلال للتربيه اللي كنرسلوهم للناس للجميع ديال المدن، حتى اي حد صديق ديالنا وصديقه متابعينا في كل المكان كيبغوا ارانب اللي صالح للتربيه، كنعزل ليهم ارانب اللي ممتازه جدا وخاليه من جميع ديال الامراض ومحصنه باش الارنب عندك يطلع ممتاز. هنا مش سهل الارنب تطلع عندك للاحلال، باش الناس متابعينا في كل الدول ومتابعينا في المغرب باش الارسال لها سلاله جيده وكتبقى دائما تفكرنا وكيبقى الشكر لها. عندنا عدد ديال الاصدقاء هنا الارنبه راه عشاره اخواتنا الكرام، انا كنوريكم الفيديو ونشارك معكم نصيحتي وطريقتي في التربيه. هنا الارنبه راه عشار، راه غادي يعني راه بقات لها غير 3 ايام غتولد الولاده ديالها، غير 3 ايام انا غنجهز لها المكان ديالها. هنا ارنبه راه ولدات ما شاء الله. هنا اللي تيجي غنفطم على الاولاد ديالها بسم الله. هنا شوفوا بسم الله ريكس، يعني 1 كيلو، يعني هنا 1 كيلو. هادو تما راه عند الام غادي تبدا الولاده ديالها، خصني نفطمهم حتى هما نحيدهم.
يعني الحيدم لا غادي تجهز العيش ديالها، غنحط لها التبن وكل شيء. هنا راه كاين بسم الله، هنا 1 كيلو ما شاء الله، هنا 1 كيلو. الفطام على 35 يوم. شوفوا الوزن بسم الله ما شاء الله. هادو مازال، هذه الارنبه تلقحت متاخره، يعني يلا تلقحت مع الاولاد. هادو مازال غنزيدهم نخليهم معاه، مازال غنخليهم معاه. هادو مازال غيبقاو مع الام ديالهم ويبقاو يرضعوا، وانا غير غنوزنهم وغنردهم. مازال غنخليهم مع الام ديالهم، مازال واحد 10 ايام اخرى. هنا 1 كيلو، 1 كيلو. هنا مازال غنخليهم 10 ايام اخرى ان شاء الله. يعني 10 ايام هما ماشيين للعلافه بسم الله، ياخذوا في العلف. انا غنعطيه في العلف دابا حاليا. هاد الفيديو انا بديت الفطام، وغادي نبدا ان شاء الله. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، وان شاء الله راه ديما الجديد، ديما المعلومات، ديما النصائح مهمه للجميع. الامهات راه بداو الولاده ما شاء الله هنايا كما كتشاهدوا، وهنا هادو راه في التجهيز العش ديالهم المكان، غتبدا الولاده ديالهم ان شاء الله باذن الله. دائما المزيد من الفيديوهات ومن الحلقه ومن النصيحه، والتعاليق ديالكم كيهمونا بزاف. الا حطيتوا لنا التعاليق الاجوبه ديالكم غادي نردوا عليكم في اسرع وقت. اي واحد يبغي يستافد من شي معلومه او شي نصيحه مرحبا به والف مرحبا. هنا هادو مازال مع الام ديالهم، ومازال باقيين، هادو باقيين صغار. هادو مازال انا نوزن لك في الميزان، هادو راه مازال يلا عندهم شي 21 يوم تقريبا ولا 700 غرام. يعني كما كتشوف يلا شي 21 يوم او 20 يوم، 700 غرام، او نقولوا 22 يوم. يعني هذه مع عدد، هاي كما كتشاهد بعينك مع عدد ما شاء الله. وغنشوفوا حتى هو الوزن ديالهم شحال. واحد ارنب، يعني الاناث دوش راه ولدوا في نفس الولاده 600 غرام، يعني مع عدد. يعني هادو راه اخوه هاد الارانب. وكانت هذه والده عدد، وزيت لها من هنا، حطيت لها جوج. هذه كان جا واحد التعثر، عسر الولاده، كان باتوا في بطنها، كانوا بقاو عندها غير جوج. هزيت ليها جوج من هنا، حطيت من هنا، انا عاقل عليهم يعني بعيني عاقل عليهم. هزيت ليها الجوج ديال الشانشيلا، هاد الجوج ديال الشانشيلا ولاد هاد الارنبه، او عفوا غيكونوا هاد الجوج. يعني هذاك البابيون وهذا راه ولد هاد الانثى، هادي ولاد هاد الانثى. انا خليت مع غير هادو ما شاء الله. وهذا ارنب شانشيلا ما شاء الله راه طالع هو ممتاز 500 غرام. يعني هادو غير بغيت نوزنهم لكم تشوفوهم حتى نتوما، نشارك معكم هذا الفيديو. هادو راه مازال باقيين ياخذوا الرضاعه ديالهم، مازال 15 يوم عاد يمكن لي غادي نفطمهم تقريبا شي 15 يوم او 16 يوم حتى 17 يوم عاد غادي نفطمهم. فاش غنبغي نفطمهم غتكونوا ان شاء الله متابعين الحلقه بفيديو، وغتشوفوا الفطام على شحال غادي نوزن هادو فاش غيدوزوا للفطام. يعني نصائح ومعلومات تربيه الارانب مع محمد الحارثي. والقناه ديالنا الاولى هي الرسميه، والقناه ديالنا الثانيه حتى هي راه كنحط فيها دائما الفيديوهات يوم على يوم، حلقه بحلقه. والقناه فيلالي تيفي الارانب غتكتبها بالعربيه، فيلالي تيفي الارانب. افضل فيديوهات حطيتهم عليها اللي شاهدوهم العدد ديال الناس واللي كيستافدوا منهم العدد ديال الناس. ما تنساوش دخلوا عليها، كتبوا فيلالي تيفي الارانب، غادي تشوفوا اكثر ديال المعلومات ونصائح. اخواتنا واحبابنا الكرام، في هذه الحلقه ما غاديش نطول عليكم، كونوا معنا في الموعد، كونوا معنا في الحلقه الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.